بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواتي وحبايبي، يوم جديد وروتين جديد، يا رب النهاردة يعجبكم. تعالوا نسمي الله ونقول، تعالوا نسمي ونقول بسم الله ونبدأ فيديو نصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا الجميل ده. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة. نعمل حاجة حلوة جميلة كده، يا رب تعجبكم النهاردة. ماشي، هنعمل جاتو كده حلو معقول، يعني اقتصادي، مش مكلف ولا حاجة. ماشي يا حبايبي، معانا المقادير اهوت: كوبايتين وربع دقيق، كوباية لبن، 3 بيضات، كيس بيكنج باودر كيك شيف. ماشي، معانا باكو فانيليا، معانا كوباية سكر. ماشي يا حبايبي، معانا معلقة خل. ماشي يا حبايبي، وذرة الملح طبعا. طيب هنجيب الشفشق بتاع الخلاط بقى، هنعملها في الخلاط النهارده. معانا نحط ال3 بيضات، وطبعا الفانيليا، وهنحط كوبايه السكر، والمعلقه الخل دي. ما شاء الله طلع هشه وجميل. معلقه الخل دي على عامل اساسي يا حبايبي، حطوه، بتخلي الكيك هش كده وخفيف وحلو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي، حطوا لنا كومنت حلو كده ولايك للفيديو الجميل ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم باذن الله. هنضرب البيض ضربه حلوه كويسه لما لحد ما يفتح معانا ويدي لون ابيض. يعني السكر مع الخل مع البيض ضربه جامده، عشان على اساس اللون يبيض كده ويفتح البيض يفتح معاه. ومعانا يا حبايبي نص كوبايه زيت، نسيت اقول لكم عليه. هننزل برده بنص كوبايه الزيت، وهنضرب برده لحد ما ما الزيت يختفي. هو الزيت هيبقى عايم في قلوش، لا هيبتدي من كل الضرب ده هتحس ان الخليط بقى سميك كده، والزيت اختفى في قلب شفشق الخلاط. ضربه كويسه معتبره كده يا حبايبي. ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنبتدي ننزل بكوبايه اللبن اهوت عاديه، كوبايه عاديه من الساقع عادي، يعني ساقعه ما تكونش سخنه ولا حاجه. وهنضرب برضو الخليط ده ضرب جامد، على اساس يا حبايبي يعني يتمتزج مع بعض كل المكونات اللي احنا حطيناها دي. طبعا معانا دلوقتي المكونات الجافه: كوبايتين وربع دقيق هنشيل منهم معلقتين كبار، وهنحط معاهم معلقتين نشا. يعني هنشيل معلقتين دقيق ونحط معلقتين نشا. ولازم يتنخل يا حبايبي، الحاجات دي لازم تدخلوه. الدقيق اللي اتنخل مره واتنين، لو قدرتوا مره واتنين وتلاته يتنخل. وطبعا بندخل في النشا اهو. الهواء بيتخلل الدقيق ده، يدي نتيجه حلوه قوي والله. عودوا نفسكم تدخلوا الدقيق مره واتنين وتلاته لو قدرتوا. شلنا معلقتين دقيق وحطينا معلقتين خل، معلقتين نشا، ونخليهم جنب. وطبعا عليهم كيس بيكنج باودر كيك شيف. كيك شيف يا حبايبي حلو، بيدي نتيجه كويسه. وهننزل بالخليط اللي في الشفشق الخلاط، هننزل عليها ونقلب الخليط ده كويس، تقليب كويس بالمعلقه عشان ما يبقاش في حاجه دي لازق تحت. وبالمضرب اليدوي ده على اتجاه واحد يا حبايبي، وضرب جامد بقى عشان ما يبقاش في بواقي دقيق تحت كده. حاولوا تقلبي بالمعلقه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو شوفي لما بتقلبي بالمعلقه بيبقى في تكتلات تحت كده في قلب قاع البوله، فلازم تتضرب كويس. هنجيب بقى صاج 30 في 40، وهنقوم دهنينه دهنه زيت خفيفه ورشه دقيق برده خفيف. وننزل الخليط دوت ونخبط الصينيه كده على الرخامه شويه عشان نخرج الهواء، او بعصايه شيش طاووق كده وتخرجي منها الهواء. ماشي يا حبيبتي، اهو. وندخلها بقى على فرن نولع من تحت لحد ما تاخد لون يا حبيبي، وبعد كده نولع الشوايه تاخد لون. ماشي، تعالوا بقى نعمل الكريم شانتيه بقى. معانا 3/4 كوبايه كريم شانتيه، ومعانا يا حبايبي معلقه باست كريم، ومعانا كوبايه وربع لبن. ماشي، او كوبايه بس يكون متلج، يا اما تعملي بميه متلجه يا اما بلبن متلج. وبعد كده هنضرب بالمضرب الكهرباء. فطبعا الكهرباء كانت قاطعه عندي، فمعلش ده اللي حصل لي، قدر الله ما شاء فعل. فقعدت اضرب بالمضرب العادي اليدوي، عمرها ما مش هتنفع. طيب اللي طلعت معانا بقى الصينيه من الفرن اهوت، حطينا معلقتين لبن، ربع معلقه لبن تطري بقى صينيه الكيكه كده وهي طالعه من الفرن. ماشي، ربع كوبايه بس ما تبرد، ما تحطيش الا ما تبرد. ماشي، قعدنا نضرب في الكريم شانتيه. طبعا ما عملش الفوم معانا كويسه، الكريمه اللي انتوا عارفين المفروض تعمل معانا تعلى معانا. قعدت اضرب بالمضرب اليدوي، فقدر الله ما شاء فعل، يعني الحمد لله اللي جت على قد كده. طبعا حطيت معلقه كاكاو خام عشان تدي لون البني. فيلا الحمد لله على قد كده بقى، مش مشكله. ما جمدتش معايا طبعا، ودخلت التلاجة برضو ما جمدتش شويه. بعد كده فرشت فوقها الكريم، شنط الكريم ده.
كريم شانتكري. ففردتها عادي ورجعت عملت تاني الشوكولاته، سيحت شوكولاته على حمام، على في ربع كوبايه لبن مع مكعب، مع باكو شوكولاته خام ومعلقه زبده، سخنتها يعني ايه على نار هاديه، ونزلت الشوكولاته. لما اللبن غلى نزلت الشوكولاته وشلتها من على النار وقعدت اقلب فيها، يعني ايه ساحت كده مع نفسها. مش يا حبايبي ما تسيبهاش على النار كتير. وبعد كده فردتها طبعا ايه، دخلت بقى الصينيه في التلاجة تجمد، وبعد كده نزلت عليها بايه بالشوكولاته كده عشوائي، وعملتها بعصايه شيش طاووق كده عشوائي، عدت شكل معانا رخامي كده، شكل جميل اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. شكلها طلع حلو ما شاء الله يعني في الاخر. وقطعناها بقى ايه قطع كده، ما شاء الله طلعت معانا بتاع 13 قطعه او 12 قطعه جاتوه. وطبعا عملناها بقى بالكريز وطبعا يا حبايبي شوكولاته شيبس بقى، وشوكولاته فورمانسي الوان، واصابع الويفر، وحاجات كتير كده. يا رب الفيديو يعجبكم، ربنا جبر بخاطري وطلعت في الاخر شكلها حلو. اوعوا تنسوا يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه يا حبايب قلبي. يا رب الفيديو يعجبكم. مع السلامه.